أنت شاعر عراقي، هل معنى ذلك أنك شخص حزين؟ هو مو حزين، وإنما احنا الحزن ويانا توأم، هي الحالة العامة. ولهذا شوف أنا مرات أقول رصيف، أي رصيف هاي في أي مدينة عراقية مرات يكتب نصوص بها دراما عالية جدا، لأن هو اللي دا يحدث بالواقع غرائبي جدا، يعني أي خيال واسع ما يقدر يلحق به. الذي تبقى لك في الدار؟ في الدار لم يبقى لي شيء في الدار. الله. بيت الشاعر لا أحد يسكن فيه، نخلة ميتة قرب السياج وأغاني موصدة، غرفة للهم وأخرى تغل الأفئدة، وشبابيك تصابى خلعت كل الزجاج، غير القبر خطاه وأراه زاحفا نحو الجسد.